ونحو المغرب، أياد عاملة إسبانية تحت ضغط الأزمة الاقتصادية. أكثر القطاعات التي تشغل الإسبان العقار والبناء، والأرقام تتحدث عن 150 ألف إسباني يعملون حاليا في المغرب. ومن طنجة النموذج معك مبارك الإبراهيمي وأمين بالكوري. هؤلاء الإسبان الذين يشتغلون بهذا الورش على وشك الانتهاء ليسوا سوى 3 من 150 ألف إسباني أجبرتهم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادهم على الهجرة إلى المغرب، وذلك من أطر عليا إلى يد عاملة متخصصة في عدد من المجالات، أبرزها مجال البناء في طنجة. الأزمة الاقتصادية هي التي دفعتني إلى الهجرة إلى المغرب للعمل في قطاع البناء، ولحسن الحظ ففرص العمل ما زالت متوفرة في المغرب. الدور ديال الإسبان عندنا هنا في الأوراش بصفة عامة في المغرب بصفة عامة كيرجع التقنيات الجديدة كيجيبوها. أولا كتسهل الخدمة، ثانيا كنربحوا الوقت، ثالثا الجودة. اليد العاملة عندنا في المغرب بصفة عامة كانوا يعني كيخدموا بواحد الطريقة تقليدية. دابا بداو كيدخلوا عندنا الأوروبيين بصفة عامة في هذا الميدان، ولاو بزاف ديال المسائل تزادت في الخدمة. اليد العاملة الإسبانية حملت معها تجربة في مجال التقنية الحديثة في البناء، وساهمت إلى حد كبير في تكوين اليد العاملة المغربية عبر الممارسة اليومية. جئنا بمجموعة من التقنيات الحديثة في مجال البناء، سواء تعلق الأمر باستعمال الأعمدة الأفقية بدل العمودية التي أصبحت متجاوزة، وتقنية البناء في الأرض الهشة كما هو الشأن في طنجة، ومعالجة المياه العالمة للحد من التلوث. الخدمة هذه شوية جديدة، راه عندي درت الاتصالات الاوليه مع الناس ديال انابيك باش غنديروا واحد لوفر. اي مغربي كتواجد فيه بعض الشروط، ماشي شروط كامل، بعض الشروط، ومستطاع يتعلم من هذه الصناعه هذه، راه غادي نعلموه. الهجرة العكسية من شمال البحر الأبيض المتوسط إلى جنوبه وبالضبط إلى المغرب يعكس حالة الانتعاش التي تعرفها حركة البناء بطنجة على الخصوص رغم انخفاض الطلب على العقار.